هل اشتري عربية كهرباء؟ ده السؤال اللي ناس كتير بتفكر فيه حاليا، وعلشان تجاوب عليه صح لازم تعرف المميزات والعيوب. اولا، مميزات العربية الكهرباء: تكلفة التشغيل قليلة لأن الشحن أرخص بكتير من البنزين، صيانة أقل علشان ما فيهاش حاجات زي مثلا زيت موتور أو سيور، قيادة هادية وسريعة الاستجابة، صديقة للبيئة ومفيش عوادم، تكنولوجيا متقدمة وفيها أنظمة ذكية حديثة. ثانيا، عيوبها: مدى محدود للشحنة، يعني في عربيات المدى بتاعها 200 كيلومتر، وقت الشحن أطول من تفويل البنزين، بتوصل ل10 ساعات. قلة محطات الشحن خصوصا خارج المدن، وممكن تقف فترة طويلة في المحطة لو زحمة علشان تعرف تشحن. سعر الشراء العربية غالبا أعلى من العربية البنزين. تكلفة تغيير البطارية غالية لما تيجي تغيرها. امتى تشتري عربية كهرباء؟ لو استخدامك اليومي مش كبير وعندك مكان تشحن فيه في البيت أو الشغل، وعايز توفر على المدى الطويل، وكمان بتدور على القيادة الهادية وصديقة للبيئة. لكن لو بتسافر كتير أو مش لاقي مكان تشحن فيه بسهولة، استنى شوية لحد ما المحطات تكتر وتعرف تلاقي بسهولة محطة تشحن فيها.